وبالنسبة لباب الحارة، في كتير يحبوا يشوفوا عودتك للمسلسل. باب الحارة. لعنة باب الحارة ستظل يعني تلاحقني كل العمر. واضح ان انت الاحتراف كان فوق العقل والوصف، الناس مش قادرة تضحي بيك. حبيبة قلبي، أنا بحترم الجمهور، بحترم جمهور باب الحارة، بحترم كل الناس اللي حبت هذا المسلسل وحبتني. ولكن زي ما أحد الصحفيين كتب من كم يوم كنت عم بقرأ أنه إكرام الميت دفنه. يعني أنا برأيي هذا لما بيتغير الممثل أكثر من مرة بالمسلسل وتغير الكاتب، يعني صار في كاتب يمكن رقم 15 اللي عم يكتب هلا، وصار في مخرج رقم 7 8، يعني صار في مجموعة مخرجين حتى قلبت أسطورة. المشاهدين عم يدوروا ليشوفوا هي مرت مين وهي مرت مين وهي ممثلة لأنه تغيرت، وهذا كان أبو حاتم توفى الله يرحمه، وهداك يعني إنه ليش الاستمرارية بممثلين مختلفين وبمخرجين مختلفين وبكتاب مختلفين، انه هذا المشروع مين عم يدعمه، مين وراه، وشو الهدف منه، يعني خلاص. وأنا بيعكس الحياة أكتر من هو مسلسل. وكل سنة بيرجعوا قبل رمضان بيطلعوا بالسوشيال ميديا انه سامر المصري راجع، وحتى السنة عملوها جدا محكمة انه ادخلوا على الرابط شوفوا مشهد عودة ابو شهاب للمسلسل. وانا اول مرة صراحة بحكي على السوشيال ميديا انه انا مالي راجع، وعيب هاي الحركات، لانه تصير الناس بتجي لعندي يعني تسألك، تزعجني لإلي انه راجع يا عمي، انا والله قاعد بالبيت بامان الله وتارك المسلسل من 5 سنين. يعني حضرتك بالنسبه لك كل الشقلبه اللي كانت بتحصل حسستك ان انت مش قادر تستمر في النوع ده من العمل؟ لا خلص، لانه انا الي اسبابي ليش طلعت، يعني الي اسبابي اللي انا يعني وعدت اني ما احكيها، عرفتي، وان الاوان يمكن اني احكيها. انه الجزء الرابع حاول ان يحول العقيد ابو شهاب من شخصيه ايجابيه وطنيه قوميه الى خائن ومتعامل مع الانجليز. فهم. والجمهور العربي كله اذا بيعرف هاي المعلومه راح يقول لي برافو انك تركت المسلسل. ايه، لانه كان حينصدموا اذا بيشوفوني بالجزء الرابع خاين. ايه اكيد بالظبط، وعكس الشخصيه تماما في المواسم اللي قبليها.